الحكي قبل 3 سنين. اكو واحد اسمه حج عباس بن حج علي. منو هذا؟ هذا أقدم خادم من خدام حرم أبو فاضل. 36 سنة هو يخدم بحرم أبو فاضل. الآن شايب لعله موجود، ما سمعت بوفاته، يمكن موجود ما زال حي يرزق. فاليوم سألوه قالوا له أنت 36 سنة تخدم بحرم العباس، بهاي 36 يمكن وايد شفت كرامات، معاجز، أمور خارقة للطبيعة تحير العقول. قال إيه بالمئات. بس أكو مورد، أكو قضية إلى الآن ظالة بذهني ما أقدر أنا أستوعبها، ما أقدر أفهمها من هاي 36 سنة. شنو هاي المورد؟ ايش شفت أنت؟ قال يوم من الأيام بعد سقوط صدام جريب المغرب، شفت لي واحد طب الحرم لابس غاط سترة وبنطلون وحاط نظارة شمسية على عينه. يقول أنا قلت هسه خو دنيا مغرب بعد وين شمس المن حاط نظارة شمسية. تبين لا شوية وبذا بصفة ولد كاظ ايده. من كاظ ايده عرفت هذا شنو؟ هذا فاقد البصر ما يشوف. بس اثنينهم كشخة. شفتهم يسألون الزوار والخدم شي يقولوا لهم ما دريت، وإذا هم اجوا صوبي نحوي وكأنما واحد قال لهم هذا اللي تريدونه. اجا الشايب ريال كبير على عينه نظارة شمسية سودة ما يتبين شيء. قال لي أنت أقدم الخدم هنا، أنت أقدم الخدام هنا، أنت كم سنة خدمت أبو فاضل؟ قلت له وايد. ليش؟ شو السالفة؟ شو الموضوع؟ قال لي أريد من عندك طلب وأنا بخدمتك. قلت له قول، مو قضية بخدمتك، إذا أنا أقدر أسوي لك أسوي لك. قال لي أنا جايب لي علق أخضر، أريدك تشد العلق برقبتي وتجرني تاخذني ينظري أبو فاضل قدام الناس، حتى الناس تشوف شلون أنا رايح لأبو فاضل بهالحالة. أريدك أنت باعتبار أقدمهم. يقول قلت له حجي أنت كبير بالعمر، لحيتك بيضاء، أنا شد العلق برقبتك وجرك مثل ما يجرون الذبيحة قدام العالم وخلق قدام الله وخلقه، مو حلوة هاي، وايد صعبة علي. قال لي يعني ما تريد تسويها؟ عيال خل اسولف لك سوالفتي وقصتي هالنوب، شوف تقدر تسويها لي لولا. قال لي أنا طبيب، أنا صيدلاني، عندي صيدلية ببغداد. في زمان السابق الطاغية أنا رئيس كبير نقابة الصيدليين اللي عندهم صيدليات ببغداد. صدر قرار من وزارة الصحة آنذاك، قرار مبني على الظلم. الجماعة أطباء الصيدلانيين اللي عندهم صيدليات اجتمعوا عندي قالوا أنت كبيرنا، أنت رئيس، أنت المسؤول عنه، اكتب كتاب اعتراض مع توجيهات لهذا المسؤول لهذا الوزير ودي للمكتب. كلفوني ايش بيدي أنا. يقول كتبت الكتاب على حسب ما مسؤوليتي بين الزملاء، وديته للوزير الصبح، اعطيت المكتب للوزير. المغرب جريب المغرب
تو مسلم الشمس أشوف طقوا باب بيتنا، أنا هم هيشي طلعت على الله، يعني ما أنا متهيئ، ملابس البيت لابسهن، بس طلعت وقفت بس فتحت الباب شفت 5 لكفوني حطوني بخيشة وصعدوني بسيارة، ولكم صبروا خلا بدل خلا عدل خلا أشوف أهلي، لا لا لا، بس فتحت الباب شافوني أنا بسرعة حطوا خيشة على راسي وشدوني وحطوني بالسيارة وامشي، ويمشون ويمشون ويمشون، دخلت وين ودوني؟ إلى أنه دخلوني في بناية أمشي وياهم إلى أنه أوقفوني في صالة كبيرة، عرفت من الحالات الأقدام أن هاي صالة مفروشة برخام جيد، وقفت وأنا واقف مغطين راسي هم، وشوية رفعوا بعدها رفعوا راسي، رفعوا هذا الغطاء من رأسي، شفت الوزير ورئيس المعروف اللي الآن، شفت الوزير الصحة وصدام أمامي واقفين. يقول له سيدي هذا اللي شوش علينا الديرة، هذا اللي سوانا بلبلة بهاي القرار. يقول ذاكم يضحك بكل برودة بكل هدوء، قال هذا دواء عندي أنا عالجه. شوية وصاحب الله كضوا ايديه وريليه، شدوهن كضوهن مسكوه. يقول مسكوني أنا مثل الذبيحة اللي ما أدري شو السالفة. وإذا شوية قال جيبوا لي تيزاب. شو يريد يسوي هذا؟ قال هاي قطروا كم قطرة بعين اليمنى. يقول قطرة والتيزاب بعيني، بس أنا مثل الدياية المذبوحة فرفر. ظليت أتقلب ألم ودم وحالة. بعدها ب20 دقيقة أكثر أقل يقول، وإذا قال يلا هو بعد شلة بعين الثانية، قطوا أيضا قطروا بعين الثانية همه، وحطوه بخيشة وقطوه يم بيته، حتى بعد مرة ثانية لا يعترض على قرارنا. يقول قطوني يابوني ذبوني ببيتي يم باب بيتي. أبوي وابوه يعني جده عندهم النذر يوم 7 لابو فاضل. مرتي قالت لي البارحة انت شو سنين تذبح لابو فاضل، روح له، وهاي صعبة على ابو فاضل حتى لو ينطيك عين وحده. يقول قلت لها شنو ينطيني من عين؟ أنا عيون ما عندي، عيوني راح ذابا. أبو فاضل خو يمكن واحد عمى من بطن أمه يشافي، واحد عيونه ضعفة تشافي، أنا عيون ما عندي، عيون ماكو. معقولة عيون ماكو يصير عيون؟ شنو يزرع لي؟ يقول بس حكاية ظلت بذهني تاكل بمخي، مثل اللي فتح لي باب رجاء وأمل. قلت خل اروح للعباس، هسه اريد من الله ومنك تشدني يم ضريح ابو فاضل، هلبته الله وكرم ابو فاضل بأم البنين العظيمة. يقول اجيت قلت له ما يخالف اذا كذي قصتك مؤلمة محزنة، انا اسوي لك هالعملية، بس خلي شوي اخر الليل حتى الناس والزوار اقل والمظهر يكون أقل عند الناس. بال11 ونص بالليل يقول جبت العلق خليته برقبته وجريته شوية، شديت العلق الثاني وصل الثانية بالضريع وخليته. يقول ظل ساعة ساعتين 1:30 هيك قلبنا يبا خروح، ما حصل شيء، ما شاف شيء. يقول فتح العلق ابنه وراح. يوم ثاني قبل أذان الظهر بعد ساعة عن الصلاة، يقول ردود شفته هو ابنه جاي، بس هالمرة ما صاحوا لي، ما قال لي تعال انت،
لا، يقول أنا معمدة من شفته قلت والله شو يريد يسوي هذا؟ شفته إجا يم الضريح وبوحدة طلع العلق الأخضر، شد العلق برقبته وشد الوصل الثاني من العلق بالضريح، ومثل الواحد اللي غرقان يشبك بكل شيء هيش خلى ايده على الضريح ويهتز. يقول من هزته عرفت انه هذا داعي يبكي داعي يتوسل. يقول وفي هذه الأثناء شفت رقبته انكسرت، قلت بس لا نام هذا وخاف راسه يطق بالضريح ينجرح يطيح يسيل دم ويم ابو فاضل مو زين. يقول شوي شوي حتى لا ازعجه، لا اخليه يطلع من هاي الجو اللي عنده، واشوف والله هذا نايم قاعد ما ينشاف ماكو شيء نظاره على عينه. يقول جيت شوي شوي فتحت الضريح العرق من الضريح بيدي وخليت الضريح على رقبته. يقول وانا دا اسوي العمليه شفت خلى ايده على ايدي. قال لي انت حج عباس ابن حج علي؟ تلاقيه. يقول قال لي انت اول نفر اشوفه بعد 13 سنه شال النظاره من عينه واذا لم يكن على عينيه آثار من الألم والجرح.